ارض الواقع. مم. لكن انا تصوري برضو ان في بعض الاعلاميين حتى الان لم يلتزموا بميثاق الشرف الاعلامي. بمعنى اثاره الفتن والتعصب، واحنا اتكلمنا على الحلقات قبل كده، نبذ التعصب يا جماعه احنا هو ما بيعملهاش على الشاشه، لا بس بيعملها على بالظبط الموبايل. اي بوست. ايوه اي بوست بيعمله على الفيسبوك، على اكس، تويتر، على اي حاجه، على الانستا، فيديوهات يطلع بيها، فيديوهات يطلع يشعل الدنيا دي. حد يقول لك اصل النادي ده ما وصلش كاس العالم، هنقول لهم يوصلوكم. واحد بيقول لك تاني، وحد تاني يقول لك ده اصل مش عارف مين، يعني بيكيل بمكيالين. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم انا بشكر الوزير المهندس خالد عبد العزيز طبعا، رئيس المجلس الاعلى للاعلام، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لان هو بيحاول يحط ايده على المشاكل وبيحاول يجيب الناس اللي دايما نقول تقسيم الادوار هي سبب تقدم اوروبا. انا لما بجيب حسام محرز يمسك الاعلام، لما بجيب ياسر تهامي يمسك الصحافه الرياضيه، يبقى انت هتنجح. كل واحد يدي عيش لخبازه، ولو خد نص او ثلاث ارباعه ما اعرفش حسب ما بيقولوا. لكن على ارض الواقع انت كده بتلمس في المشاكل، بتحاول تضع حلول منطقيه وواقعيه، وده اهم على ارض الواقع. لان انت جبت مثلا ايمن وبدره هنا، وجايب فتاح حسن هنا، حفظ الالقاب كلهم فوق راسي طبعا، كلهم فوق راسي واجلهم وليهم دور كبير جدا يعني بنتعلم منهم. فده معناه اللي انت بتقضي على المشاكل. ضبط يعني اللجنه بتاعت ضبط الاداء الاعلامي لازم يكون فيها ميثاق شرف، يعني يطبق بشكل وضع كثيرا على فكره. لازم سواء من اللجنه دي او من بالزبط. حتى المجلس ده او المجالس القديمه وضعت اكثر من مره المسوده يعني. والمقترحات اللي انا شفتها على ارض الواقع اللي هي بيتم مناقشتها داخل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اتمنى ان هي تطبق على ارض الواقع. لما البرامج خلصت الساعه 12 والدنيا سكتت، مش الامور هديت شويه؟ الامور هديت كتير. ما انا عايز حاجه بقى، انا طماع. انا كياسر عايز رقابه على حاجه ثانيه. ايوه طبعا انا عايز حاجه ثانيه. انا عايز وسائل التواصل. يبقى وسائل التواصل يبقى فيها التيك توك ده يتلغي خالص، مش عايزينه في مصر. عامل لنا مشاكل لا حصر لها، وبيتوه الاولاد واطفالنا واولادنا، مش بس الكوره والرياضه ده كده. وعايز اقول لك كمان اللي احنا لازم بالنسبه هنتكلم على الاعلام الرياضي، يبقى انا على الاقل اجيب واحد مؤهل عالي، ما اجيبش واحد دبلوم ولا اعداديه واقول له ادفع خد اشتري هوا. لا، ده انا اعمل كمان شراء الهوا في المحطات اللي درجه ثانيه، يبقى ليها ضوابط. اجيب واحد مؤهل عالي، ما شغلوش بثانويه او اعداديه ولا دبلوم ولا بتاع، ما تقوليش موهبه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هيجيب موهبه منين وهو مش مثقف، ما عندوش النو هاو يشتغل. انا عندي حسام على فكره، هو الفكره الثقافه